السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من كوره بودكاست على سبراي سبورت. اسبوع ناري جدا وكان فيه بقى طلوع ونزول. يعني انا اول مره اشوف في الماتشات، يعني انت بتشعر بالاحساس الحزن والسعاده في نفس الماتش. يعني شويه تبقى حزين ومتضايق وشويه تفرح، يعني حاجات غريبه. الناس اللي عندها القلب ضعيف يعني ما تستحملش الحاجات اللي بتحصل في الماتشات دي بصراحه. يعني حاجات كان اسبوع مولع جدا في الكوره العالميه والمحليه. طبعا كان في كوارث، مالناش دعوه بالكره المحليه، خلينا في العالميه. الاسبوع ابتدى طبعا بفوز برشلونه في الكلاسيكو على ريال مدريد. طبعا كان الكلاسيكو ده كان نهائي كاس ملك اسبانيا اللي امتد اصلا لاكسترا تايم، وانتهى فوز برشلونه 3-2. وكان ماتش مولع جدا وكان ماتش قوي، والناس كانت واقفه ومش عارفه تقعد اصلا من قوه الماتش وسهوله الماتش. في الاخر برشلونه قدر يكسب ويعمل عوده وفاز 3-2 بهدف لكوندي، الهدف اللي في اللحظات الاخيره في الاكسترا تايم. وبرشلونه حسمت الكاس لقب مالك اسبانيا. الماتش كان مولع جدا وكانت كل حاجه، والف مبروك لبرشلونه. وماتش كان قوي جدا وكان مولع جدا وحصلت فيه كميه ضرب وعنف ونرفزه واشتباكات. وكان قبل الماتش اصلا في تصريحات ضد الحكم، سواء برشلونه او ريال مدريد بيعترضوا على الحكم، وكانت في تهديدات من الجمهور، وكان في الامن طبعا دخل وامن الحكم. يعني كانت في حاجات كتيره جدا، كانت في شويه اشتباكات قويه جدا في قبل الماتش وفي الماتش. والماتش الحمد لله انتهى فوز برشلونه 3-2، وبرشلونه حصلت على كاس ملك اسبانيا وفازت باللقب. والف مبروك برشلونه. وفي نفس الوقت ليفربول بعديها حسم الدوري الانجليزي وحصل على الدوري الانجليزي للمره ال20 في تاريخه. والف مبروك لمحمد صلاح والف مبروك لليفربول، والتوفيق لهم في الفتره الجايه والموسم الجديد. محمد صلاح خلاص جدد عقده مع ليفربول، منتظرين الموسم الجاي هيعمل معاهم ان شاء الله. هو جدد لمده موسمين. ندخل بقى على الثلاث والاربع ودوري ابطال اوروبا اللي ولع جدا وكان ماتشات قويه جدا. كان اقوى ماتش فيهم هو ماتش الانتر وبرشلونه. ماتش برشلونه والانتر اللي انتهى 3-3 بسيناريو غريب عجيب، وده مش جديد على ماتشات برشلونه الموسم ده برشلونه اغلب ماتشاتها تحس اللي فيه رسم قلب، منحنى طالع نازل، امواج كده، منحنى جاي، فرقه لازم يدخل فيها جوان بعد كده تعمل رومونتادا. فسيناريوهات غريبه في ماتشات برشلونه وحاجات غريبه بنشوفها، اللي هي بتحس ان هي بتتحول بعد ما يدخل فيها جوان، بتعمل حاجات غريبه. فالماتش ابتدى في اول 30 ثانيه لسه بجيب القناه جون للانتر، جابوا ماركوس بتاعهم ده سجل الهدف الاولاني. قلنا خلاص الفرقه هتبتدي بقى ركزوا وفوقوا وجيبوا بقى تعادلوا ويكسبوا ان شاء الله تقف. في الدقيقه حاجه و20 دقيقه تقريبا 21 سجل الانتر من ركنيه، اول ركنيه ليه في الماتش، سجل الهدف الثاني من دربكه في الدفاع برشلونه. الواد راح عامل اوفر باك وورد غريب جدا، فسجل هدف عن طريق دومفريز اللي هو اصلا باك يمين بتاع الانتر، مدافع باك. يعني حاجه غريبه جدا، والدفاع واقف بيتفرج. برشلونه 2-0. الواحد قال في ايه يا برشلونه، في ايه يا عم هانز فيليك، في الفرقه مذبذبه خالص مش مركزه، الدفاع مش فايق يا عم تشيزني، في ايه يا عم انت والدفاع. استغربنا. بعد كده برشلونه اتحولت، لعيبه تحس ان هي سخنت كده فجاه، بقت بتلعب بهجوم شرس، ضغطت جامد، ماسكه مستحوذه على الكوره. الشوط الاولاني كله تلعب من يمين الشمال، يمين يامال عمال ياخد واحد في الثاني في الثالث ويلم فضلنا على كده لغايه يمين يامال عمل كوره لم وشاط حلو جدا في البعيده ار2. هدف الاولاني لبرشلونه. الهدف الثاني بدري راح عامل رافع كوره نقله، رفعها على البعيده لرافينيا سندها لفران توريس راجع جاي من ورا، حاطط الهدف الثاني وتعادلنا 2-2. والشوط الاولاني برشلونه مسيطره مهيمنه، عماله تضيع في فرص. ويمين يامال حط كوره برده جت في القائم، كوره تانية كان عملها اسيست رافينيا ما لحقهاش، جت ورا رافينيا. فبرشلونه قعدت تضيع الشوط الاولاني وانتهى 2-2 وخلاص. الشوط الاولاني كنا على الشوط الثاني. الشوط الثاني برشلونه بدنيا طبعا لعبت اكسترا تايم مع ريال مدريد 120 دقيقه، فبدنيا بتقع، غير كده ضغط الماتشات الفرقه ابتدت بدنيا تقل شويه. برشلونه حاولت في الاول الشوط الثاني بس برده بقى خلاص الماتش اتفتح. انتر ابتدى يهاجم ويلعب على الهجمات المرتده، ظهر طبعا بيلعب على مصيدة التسلل هانز فيليك،
هما بقى بيلعبوا في ضهر بيكسروا مصاص التسلل، بيلعبوا على الفكره دي، عملوا كور كتيره كانت مؤثره لغايه ما جات لهم ركنيه تانية تقريبا، تاني ركنيه لهم في الماتش ده. دومفريز برضو راح حاططها هدف تاني، هدف غريب جدا. عم تشيزني انت يا تطلع يا ترجع، يعني انت متردد جدا، واقف بتشيش، انت بتعمل ايه يا عم تشيزني؟ اما تطلع تمسك وتضرب كورتك تمسكها، يا اما تخليك مكان كوره سهله جدا كان ممكن يطلعها. هو متردد. غير كده الدفاع برضو جيرار مارتن وكوبارسي، يعني كوبارسي كويس ماشي، جيرار مارتن في مشاكل، انت ايه بتعمل ايه؟ واولمو بيعمل ايه برضو؟ يعني انت مش ماسكين خالص، كوره سهله جدا ركنيه، يعني انت لو واقف معاه بس مش هيعمل كده، انت مسهلها له خالص، انت ما ضغطتش. سجل الهدف الثاني وبقت 3-2. برشلونه على طول بسرعه من الركنيه جابت لها ركنيه، ايه بتلعبها ما رفعتش، يعني ايه لعبها بصها لبدري، بدري فوتها لرافينيا، رافينيا شاط كوره قنبله في الماتش، جون قوي جدا. الكوره طبعا خبطت في العارضه وخبطت في ظهر الحارس يان بتاع الانتر ودخلت في الجون، وبقى 3-3. والماتش بقى ايه 3-3، ماتش ايه قوي جدا. برشلونه ابتدت تحاول بس برضو بدنيا ضعيفه جدا. ايه الانتر حاول ببعض الفرص، برضو بيلعب على الهجمات المرتده، في فرصه جت اتحسبت اوفسايد، والماتش في الاخر انتهى 3-3 وبرشلونه خرجت بالتعادل. قول لي بعد التعادل 3-3 هل في فرصه؟ اقول لك 50-50. الماتش الجاي بقى ده مش هيبقى مع يعني الماتش ده كان دربكه، الماتش الجاي دي معركه في ملعب جوزيبي مياتزا في ميلان، يبقى ماتش قوي جدا، يعني ماتش نهائي. رايح هناك برشلونة 50 والانتر 50 و0-0 الفريقين. التعادل ده يعني بعد الغاء الهدف خارج الارض بقى خلاص، انت بتلعب جوه زي بره مش فارقه، انت هتلعب ماتش جديد في ملعب الجوزيبي مياتزا في الميلان ضد الانتر، هيبقى ماتش يعني الاثنين كلهم فرص متكافئه 50-50. بس برشلونه دفاعها كارثي، حته ماتشات التسلل اللي عمال هانز فيليك بيلعب عليها كتير ديت، يعني انت مش في كل الماتشات، قلنا من بدايه الموسم ما ينفعش تلعب كل الماتشات تلعب نفس الفكره. انتر كان بيلعب على الهجمات المرتده، وبان خطوره الانتر في الشوط الثاني لكذا سبب، سواء انت برضو عندك في الدفاع في كذا حد مش بيعرف يظبط مصيدة التسلل، غير كده لعيبه بدنيا وخط الوسط ضعيف بدنيا مستنفذ، فانت برضو عندك مشاكل كتير، عندك اصابات. كوندي خرج في في بدايه الشوط الاولاني خرج مصاب، هل هيلحق الماتش الجاي؟ عندك بالدي مصاب، هل هيلحق؟ ليفاندوفسكي نفس الفكره، عندك اصابات كتيره ومؤثره. طبعا ليفاندوفسكي مؤثر في الهجوم، برضو ناقصك راس حربه حتى بيلعب بور بالهيد، بيلتحم بيتحرك، خبره كنت هتحتاجه في بعض اوقات الماتش. فران توريس مادي اللي عليه، بس برضو ايه انت محتاج ليفاندوفسكي بعض الاوقات، تحتاج واحد يخلص من كور بالخبره، بيعرف يتحرك في ال 18، بيعرف يمسك المدافعين جوه ال 18، فبيفضي مساحه للعيبه الثانيه. فالماتش يعني ده كان ماتش غريب، سيناريو غريب من سيناريوهات برشلونه في معظم ماتشاتها الموسم ده، معتمدين على قوه الهجوم، بس الدفاع فيه مشاكل، سواء مشاكل جماعيه وفي مشاكل بعض المشاكل الفرديه طبعا كارثيه، اخطاء سواء من تشيزني، اخطاء الفادحه. وتشيزني عمل ماتش كويس الشوط الثاني، كان الشوط الثاني بيلعب بدور المدافع الخامس ليبرو كده، بيطلع كور كتيره، كان الانتر بيلعب عليها هجمات مرتده في ظهر دفاع برشلونه، كان بيلحقها تشيزني، بيطلع يخلص الكوره ويبعد ويقلل الخطوره خالص يمنعها، فده كويس. بس برضو في اخطاء في دفاع برشلونه، عندك جار مارتن برضو مش دفاعيا في كوارث، فمحتاج برشلونه تنظم الدفاع شويه. الماتش الجاي مش هيبقى ماتش سهل، الغلطه فيه بفوره، ماتش خلاص ده اخر فرصه برشلونه والانتر. الانتر قدم ماتش يعني شايف لعب على قد الامكانيات، ما عملش ماتش قوي. الشوط الاولاني برشلونه مكتسح الماتش، الشوط الاولاني وان سايد جيم، الشوط الثاني ابتدى برشلونه واقع بدنيا، الانتر حاول الهجمات المرتده، فبس اجمالي الماتش برشلونه لعبت ماتش قوي بس دفاعيا عندها كوارث. الانتر بقى عمل يعني ايه برضو دفاعيا الانتر مش جامد، يعني بدليل الثلاث اجوان بتوع برشلونه، يعني 3 اهداف اجمل من بعض عكس اهداف الانتر، يعني شايف 3 اجوان بتوع برشلونه جامدين جدا واحسن اجوان في الماتش، يعني مش جامد اصلا، ما عملش ماتش دفاعي بدليل الاجوان اللي انت جبتها، واجوان مش سهله اصلا، دي اجوان ملعوبه، يعني مش اخطاء فرديه، دي اجوان من قوه الخصم، يعني قوه الهجوم اللي انت عندك سواء شوطه، طبعا في اخطاء دفاعيه بس مش اخطاء دفاعيه زي اخطاء الدفاعيه الفادحه اللي هي تبقى اخطاء كارثيه، اخطاء عاديه، ايه واحد شاط من كوره من بره، طبعا كنت
ممكن تضغط، بس برضو في مهاره. يمين يامال دي مهاره، الكره بتاعت بدري دي مهاره، وفي غلطه دفاعيه طبعا، بس برضو جون ملعوب. عكس جوان الانتر اللي هي جوان اصلا يعني ماشي، يا متدربين على الكره الثابته دي تقريبا ركنيات، بس دي اخطاء دي فتح نظري. ده ملخص الماتش 50-50. الماتش الجاي ده هيبقى معركه يوم الثلاث الجاي، ماتش دوري ابطال اوروبا العوده، تبقى معركه. برشلونه لازم تركز. الانتر هيلعب طبعا، بيلعب على ارضه بس مش فارقه كتير، الاثنين هيهاجموا، لازم يهاجموا. بس الانتر اعتقد هيلعب بنفس الطريقه، هيدافع بيلعب على الهجمه المرتده، وبرشلونه هتهاجم وتستحوذ على الكوره. برشلونه لازم تظبط دفاعها، وهانز فيليك يظبط دفاعه ويعدل من الفرقه تكتيك الفرقه شويه عشان يعرف يكسب يتخطى الانتر. الماتش مش هيبقى سهل، هتبقى معركه. اصلا لسه خسران اخر 3 ماتشات من ميلان ومن روما ومن بولونيا، خسران في اخر 3 ماتشات، وبعد من المنافسه على الدوري الايطالي، بقى في المركز الثاني، والنابولي بقى المركز الاولاني. الماتش الثاني كان الارسنال وباريس سان جيرمان، واللي انتهى بفوز باريس 1-0. خطف الماتش في بدايه الماتش، في اول 3 دقايق سجل هدف عن طريق ديمبلي، حلوه كده، شوطه قويه حطها. خلص الماتش 1-0. الارسنال حاول في كذا كوره، بس برضو كان باريس احسن، قفل كويس. باريس كان بيلعب كومباكت، كان مقفل الماتش على ارسنال. وارسنال طبعا الفرص كانت قليله جدا، وخلص الماتش 1-0. بس برضو ارسنال قادر في ملعب بارك دي فرانس في باريس اللي هو ممكن يرجع برضو 1-0، ما تأهلش باريس للنهائي، يعني دي مش كفايه. هنشوف برضو، ما فيش ولا ماتش كده الماتش ما اتحسمش برضو، فهنشوف في الماتش العوده ايه اللي هيحصل ما بين باريس والارسنال. الارسنال ممكن يرجع امل برضو. فدي كانت ماتشات دوري ابطال اوروبا. والاسبوع ده طبعا زي ما قلنا، الف مبروك لليفربول لقب ال20 في الدوري الانجليزي، والف مبروك لمحمد صلاح، والف مبروك برشلونه طبعا حسمت كاس ملك اسبانيا في بدايه الاسبوع. بس دي كانت كل حاجه عن الاسبوع. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب على الجرس التنبيهات، تظهر كل جديد. ونشوفكم في حلقه جديده كوره بودكاست على سبري سبورت. سلام.